السلام عليكم مع روتينات ساهو. اليوم مع روتين جديد. طلبوا مني المتابعين أني ندلهم وصفة المطلوع. وصفة المطلوع راح يدير فيها أمي، يعني راح نبداو نديرو شوية تاع سميد مع شوية تاع فرينة، يعني حسب الكمية. أنا أمي هنا دارت حوالي 7 خبز يعني. ونترحموا بزاف على المرحومة أميمة اللي غدر بيها الوالد نتاعها، ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنة. يا ناس، كاين آباء كما هك يقتلوا ولادهم، والله شي حرام بزاف، حرام بزاف. انا المخلوقه هذه غاضتني بزاف. صح، يعني الوالده تاعها كانت معاها وما قدرتش يعني تحميها، مي مكتوبه ربي يرحمها ويوسع عليها في هذا شعبان يا ربي، ويجعلها ان شاء الله من اهل الجنه يا ربي. والله كي تلقينا الخبر وشفنا الام كيفاش تبكي، يعني كل واحد شد بلاصه. يعني كاين اباء لهذه الدرجه يقتلوا، تلحق بيهم لدرجه انه يقتل بنته والله وليده. ما عدنا ما نقولوا، ربي يبقى علينا ستر ان شاء الله، ربي يسترنا. هذا ما كانوا يحفظ اوليداتنا يا ربي، وربي يرحمها ويوسع عليها. هنا كان دارت امي السميد والفارينه، ودارت شويه نتاع خميره يعني، ودارت الماء وراهي تدلك فيها. سر المطلوع هذا لازم يكون يا البنات، يعني لازم تدلكيه بزاف يعني. وقولوا لي كش ما بديتوا ميناج رمضان، كش ما شريتوا معا. صراحة يعني بزاف نشوف ناس توجد رمضان، يعني نقولوا الحقيقة باللي رمضان راهو عبادة يا ناس. الإنسان مادام يروح يشري يعني المواعن، ماذا به يشري طقم الصلاة وسجادة مليحة ومصحف ويدير ركن للعبادة. إذا فات رمضان والله العلي العظيم غير راح ندموا. هذا رمضان راهو جاي فرصة باه نصلحوا النفوس تاعنا، باه نولوا ربي سبحانه اللي خلقنا. المهم هنايا أمي راها دير في شوية تاع الملح ودير في الماء، وتبقى تدلك فيها مليح حتى يدخل هذاك الملح. نعاود ونقول باللي المطلوع راهو سر النجاح تاعو انك تدلكي مليح، ولا هنا ما يرتاحش المطلوع ما يرتاحش. اذا ارتاح راهو راح يخمر، يعني راح يخسر لك المطلوع. هنا امي راهي تدير فيها هكا دوائر صغار، وفي نفس الوقت تحاول انها تدلك فيها وهي صغيرة. والمطلوع سر النجاح تاعو كي يخمر مليح. بعد يعني ما تخبزي هذه الخبزة وتخليها تخمر مليح، راح يطلع معاك المطلوع وينجح. هذا هو السر الثاني. كاين بزاف ناس ما تعرفش المطلوع، تقول لي بلي انا قد ما نسييه قد ما يخسر. انا المطلوع ما ندير له لا حليب لا زيت لا سكر. كاين بزاف ناس يديروا الحليب ويديروا الزيت ما يجيش في المطلوع الحر نتاع بلادنا ما يجيش فيه الزيت ولا الحليب ولا السكر. المطلوع كاين مطلوع تاع السندويشات، هذاك تقدري ديري فيه الزيت وديري فيه الحليب وديري فيه السكر باه تجيك العجينه مليحه ويجي تنفخ معاك. بصح المطلوع تاع الطاجين نتاع بكري ما يجيه لا حليب لا زيت. وهنا يا امي راهي خبزتها ودارتها ترتاح، ومن بعد ما ارتاحت حوالي نص ساعه لاحتها على الطاجين. شوفوا المطلوع تاعنا كيفاش يجي منفوخ يتنفخ ما شاء الله، يجي شباب وامامته يا حمار في نفس الوقت. يعني كاين اللي بزاف يقولوا لي ندير السكر باه يا حمار، كي ديري السكر راهو راح يتحرق، ماشي راح يعطيك هذا اللون المليح. ندير الوصفه الثانيه مع هذا البرد والشتاء، ما لقيت ما ندير، قلت والله كان عندي شويه تاع اللحم، قلت ندير جواز. راه البرد راه الشتاء، الجواز تنفع، لا بطاطا مقليه لا والو. درت اللحم ودرت شويه تاع بصيله ودرت شويه تاع زيت، كانت شويه تاع التاليه قلت هي كيما كاش الزيت ما ندير لا بطاطا مقليه لا والو، ندير شويه نتاع الجواز. وهنا راني ندير في شويه تاع توابل، وزيدي ديري الملح. قولي لي انتي سيدتي في الشتاء واش تعتمدي، واش هما الوصفات اللي تعتمديهم لوليداتكم بعد ما يجوا من القرايه ولا المولى بيتكم؟ انا دائما عندي في الشتاء ندير الجواز، ولا ندير شويه تاع جلبانه، ولا ندير الزيتون، والله أحمصة، والله مردود طعام، يعني رشتة. هذو الحوايج الباينين اللي نديروهم في الشتاء. ما تنساوش اللوبيا والعدس، هما الصح اللوبيا والعدس. وهنا كنت رميت الجلبانة وزدت رميت معاها البطاطا، وكان عندي شوية قرنون ودرته مع البطاطا والجلبانة،
وهذا هو الشكل الفطوري النهائي المتواضع، وهذاك اللحم حلو كنت مخبيته. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر، وما تنساوش الاشتراك وتبارطاجوا الفيديو قدر المستطاع.